السلام عليكم. جوزك رافض يوقع على ملفات المدرسة أو بعد الطلاق مش قادرة تقدمي لابنك أو تنقليه من مدرسة لمدرسة؟ خلينا نشوف رأي القانون المصري في الموضوع ده. طب تعالى بقى واقعد جنبي. هنا هنتكلم عن المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك. واللي بتقول لك ان هتكون الولاية التعليمية للحاضن، ولو في خلاف على تحقيق مصلحة الطفل بيترفع الطلب لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضي للأمور الوقتية، وهو اللي هيقول كلمته. يعني لو الأم هي الحاضنة بعد الطلاق فهي تلقائيا صاحبة الولاية التعليمية. وماله يا اخويا، مش عيب. لكن لو لسه الخلاف قائم هنا المحكمة بتتدخل وهي اللي تحدد. طيب ولو مفيش خلاف، الأصل هنا ان الأب هو الوالي الطبيعي للولاية التعليمية للطفل. رب لك الحمد وشكرا. هعمل ايه عشان اخد الولايه التعليميه؟ هقدم طلب امر وقتي قدام محكمه الاسره تابع ليها مكان اقامه الطفل، وهترفقي مع الطلب المستندات المطلوبه، وبعد صدور امر المحكمه هنا المدرسه والاداره التعليميه بتنفذ القرار وبتسجل اسمك مسؤول عن الولايه التعليميه للطفل. الله عليك، احسنت يا ابني والله. الخلاصه، ما تخليش مستقبل ابنك يتاثر بسبب خلاف زوجي بينك وبين باباه.